رنا رئيس، عندها 22 سنة، لسه بتدرس في رابعة إعلام قسم إذاعة. عندها 22 سنة. باباها ومامتها منفصلين. اتربت مع مامتها الميك اب ارتست المشهورة زينب حسن، وبسبب شغل مامتها كانت بتشوف الممثلين دايما مع مامتها في اللوكيشن، وعشان كده حبت التمثيل. وكان جيرانهم الفنان أحمد حلمي ومراته الفنانة منى زكي. كان نفسها تمثل، بس مامتها كانت دايما بترفض الفكرة دي. لكن جت دينا الرقاصة وعرضت عليها دور، وهي اللي أقنعت مامتها بالدور ده وإنها تخش مجال التمثيل، وقالت لها دول كام مشهد صغيرين وهتمثلهم في الأجازة. لكن قبل كده كانت مامتها رافضة، حتى إن الفنانة رنا كانت بتزق صحباتها على مامتها علشان يقنعوها بفكرة التمثيل، بس كانت برضو مصرة على الرفض. ومثلت مع غادة عبد الرازق في مسلسل أرض جو، لكن جالها تشنجات من كتر التوتر والخوف اللي كانت هي فيه. راحت مامتها اتدخلت وقالت لها أنا مش قلتلك التمثيل ده مش شغلتك، ركزي في مذاكرتك أحسن. لكنها حاولت مرة تانية وشاركت في نصيبي واسمتك الجزء التاني، وبعد كده مع عمرو سعد في وضع أمني. لكن في البداية رفض مشاركتها معاه وقال مين رنا رئيس دي وجه جديد وبلاش مجاملات، ده دور مهم. لكن المخرج أصر وقال له ما تصدقش الإشاعات، دي مش أخت ياسمين رئيس، وأنا شايف إنها أنسب واحدة للدور. لكن بعد ما مثلت قدامه بقى هو أكبر داعم ليها في مسيرتها، ومثلت بعد كده في ليالينا التمانين قدام الفنان خالد الصاوي، وكان دورها صعب لبنت فقدت بصرها، ودورها ده أقنع مامتها إنها تغير رأيها وتوافق إنها تكمل في التمثيل. حتى إن الفنان يحيى الفخراني اتصل بيها وبارك لها على الدور وقال لها أنا متابعك. وبرضو الفنان ياسر جلال استعان بيها في مسلسل ظل راجل. لكن قبل نجيب زاهي زركش بيومين تعبت وعملت عملية الزايدة، لكن من خوفها على الدور إنه يضيع منها قالت إن عايزة تأجل الجراحة. لكن الفنان يحيى الفخراني قال لها أنا وعدتك إنك هتمثلي معايا، ادخلي العملية وانت مطمنة، والدور بتاعك ومحدش هياخده منك. لكن بعد تعافيها انتكست صحيا مرة تانية. المرة دي جالها كورونا، وبرضه باباها وجدها برضه جالهم كورونا. وبعد ما خفت زارت باباها في المستشفى ورجعت تصور المسلسلين، بس بعد كده جالها خبر وفاة جدها اللي كان أقرب الناس ليها. وبعد دفن جدها مجرد وقت قليل عدى وجالها خبر وفاة باباها، وبكده فقدت باباها وجدها. والكل في اللوكيشن اتفاجئ بانتظامها وإصرارها على التمثيل رغم اللي حصل في حياتها، وفاة باباها وجدها، وازاي انها قدرت تفصل بين شغلها وحياتها الشخصية. وبرضه كان من ضمن الناس الداعمين بقوة ليها هو شخص اسمه يسري اللي كان صديقها من أيام ثانوي، وقف جنبها في أزمتها وما سابهاش أبدا. لكن بعد شهر من وفاة باباها اتوفى باباه هو برضه، فبقى ده دورها وفعلا دعمته ووقفت جنبه. وبعد 40 ونجاح المسلسلين بتوعها يسري فاجئ رنا لما كانت الإعلامية منى الشاذلي مستضيفاها. يسري دخل الاستوديو ورقع على ركبته لطلب إيدها، وقالت إنها عمرها ما هتعمل مشاهد إثارة ولا قبلات ساخنة.